السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو خفيف جدا 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 ويتعمل بسرعه. الشباب هم اللي عارفينه، لان هو بيتباع بقى في المحلات اللي بره. طبق بمبلغ معروف، يعني الشباب اكتر ناس عارفين الطبق ده اللي هو سلطه المكرونه. طيب تعالوا بينا قبل ما نبدأ وصفتنا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويا ريت اللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة. المكونات ايه بتاعتنا النهاردة؟ المكونات مكرونة، أي مكرونة. المكرونة الوضعة دي، المكرونة الأقلام، أي مكرونة بس تكون كبيرة يعني شوية. تمام، دي هتتسلق دي او ممكن نسلق اقلام. تاني مكون بعد المكرونه المسلوقه زي ما انتم شايفين كده، طماطم متقطعه كبيره شويه. هنا خيار برضو متقطع كبير. هنا فلفل زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللي عنده اي خضار تاني بيضاف للسلطه، مثلا بصل اخضر، ممكن يحط جرجير، ممكن يحط، لان هي سلطة فكل واحد على حسب ما هو عايز. كمان هنضيف الذرة الصفرة الحلوة اللي هي معلبة، برضو هنضيف منها. وهنضيف عليها قطع مكعبات من الفراخ البانيه. طبعا الفراخ البانيه اكيد مثلا ممكن يكون عندنا حتت متوفرة كده في التلاجة في الفريزر، ما اتعملتش او ما اتحمرتش، ممكن في يوم نطلع منها حتتين 3 وهنلاقي نفسنا بنعمل طبق كبير جدا جدا من السلطة دي. ايه كمان؟ بيبقى ليها صوص، بس الصوص بتاع سلطة المكرونة ممكن على فكرة في ناس بيعملوه احمر بالكاتشب والصلصة اللي هي البرطمانات دي، بس هو بيبقى على البارد ما بيبقاش على السخن. المحلات بيبقى على البارد. زي ما انتم شايفين انا ولادي بيحبوه ابيض، تعمل برضو على البارد. تحطوا زبادي، كوبايه زبادي كبيره، وبنحط معلقتين مايونيز، وبنحط معلقه عسل ومعلقه ملح. بيبقى سويت اند صور، حلو وحادق، يعني فيها الطعمين. ويعني بنحط عسل وبنحط ملح، بنحط فلفل اسود، بنحط رشه زعتر، بنحط رشه كمون، بنحط ليمون، معلقه خل، وده كله بنقلب بنقلب مع زيت زيتون بيطلع لنا الصوص ده. هو ده اللي بيتضاف على سلطة المكرونة في الاخر لما بنعملها. هنسلق المكرونة وبعد كده هنوريكم الطبق هيبقى عامل ازاي. سلقنا المكرونة بتاعتنا زي ما انتم شايفين، بدأنا حطيناها في الطبق. هنرص بقى الطبقات بتاعت سلطة المكرونة، وهنبدأ نحط زي ما انتم شايفين كده شوية خيار، شوية فلفل، شوية طماطم، وبعد كده هنحط الفراخ بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين، وهنبدأ نرص الذرة الحلوة زي ما انتم شايفين. جميلة جدا يا جماعة، جربوها، خطيرة. وعلى فكرة دي وجبة كاملة، يعني اللي هياكلها يعتبر كل وجبة كاملة. الشباب بقى عارفين الأكلة دي. طبق بيبقى طبعا صغير جدا وبيتباع بره بقى، مقولكوش الأسعار. جربوها وقولوا رأيكم. أتمنى إن الفيديو إن شاء الله يعجبكم. شايفين شكل الطبق عامل ازاي؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. بعد كده هنضيف الصوص اللي انا كنت لسه قايله حضراتكم عليه. بس ساعة الاكل بقى شايفين شكلها. يا ريت تجربوا الوصفة دي، اشتركوا في القناة، صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا.
احنا هنضيف بقى ساعة الاكل الصوص ده. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.